الو. ايه يا حماتي يا حبيبه قلبي؟ بحب ابنك وعايزه اتجوزه. هو انا عايزه اتقدم لبنتك. بحب ابنك وعايزه اتقدم له يا حاجه. يا عسل. طب كويس والله. لا والله. اه حقيقي الكلام ده ولا هزار؟ لا بجد. لا والله هو مش عارف، هو مش عارف والله، مش عارف اعمل ايه. وبالنبي ايه ده ايه ده ايه؟ وانه حد هيوافق بالطريقه بتاعتك دي؟ انا لما تروح تتقدم لها تتقدم لباباها يا فندم. اتقدم لباباها؟ ايوه. طب تفتكري ايه الطلبات اللي هو يطلبها حضرتك عشان اكون عارف؟ ما اعرفش يا فندم، ما اعرفش، انا ماليش كلام مع حد غريب. من غير اي حاجه خديه وهاتي مكانه ثلاجه. بجد يا بابا، بجد الكلام ده. طب انت امكانياتك ايه طيب واعرف؟ ادوني لحظه كده. هو سامعك. يا ترى على نار. اللي هو كام بقى؟ كام يا حاجه كام؟ يا بابا. ايه يا بابا؟ وانت هتدخل عليا يا بنت؟ عندك شقه؟ اه عندك شقه؟ اه هتاخديه بشنطه هدومه؟ هاخده. ليه هو حضرتك مش هتدفع حاجه؟ بعد ما صرفت عليه كل المصاريف دي تيجي تاخديه سهل كده؟ هات اللي صرفت عليه وخديه. انا عايز اعرف الطلبات اللي حضرتك هتطلبها ايه؟ بوسه بس. ايه؟ بوسه بس. خلاص انتوا اتفقوا مع بعض وانا موافقه. احنا هنتفق مع بعض وحضرتك موافقه يعني؟ ايوه. ده حضرتك بتحبه قوي يا حاج. والله بصي يا لاد حد ياخد بيته ويديني مكانه ثلاجه. طيب لو خدته بشنطه هدوم هتطلب ايه تاني؟ ولا حاجه، اتكل على الله. الله يبارك انت لك. بايعه قوي كده؟ على الاقل نرتاح منه بس ونزنه. ليه هو بيعمل لكم ايه في البيت؟ يا ناس ما حدش ياخد بايده ابني ويديني بداله مروحه. صوتك جميل. صوتي جميل، ميرسي ربنا يخليكي. انت شكلك حلو كده زي صوتك. ابنك يقول لك بقى، بتقول لي شكلي حلو كده زي صوتي؟ لا ده لا اوصفها لك بعد ما اجي. اوصفها لك. مكتوبه. مكسوفه. لا عايزه مهر كام؟ عايزه مهر كام؟ لا دي كتير، دي بيكتبوا مع 400,000 ومليون. ليه 400,000 ليه؟ حضرتك دلوقتي انا اخوها، هو حمائي مثلا ندفع فيه 400,000 جنيه؟ البنات بتجيب لهم دهب في الصعيد ب 20,000 و 30,000. ماشي، هو حمائي هو عشان انا ادفع فيه 400,000 جنيه ليه يعني؟ انت شايف يدفع فيك 400,000 جنيه؟ واكتر كمان. واكتر كمان؟ لا ده انت لا ده انت شكرا. لو في حد هيتقدم لك هتبقى ايه طلبات والدك، ولو اتكلم معاه هيتكلم معاه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالاول كده كل حاجه هنتفق عليها تتكتب في ورق عشان ما نرجعش نطقش في بعض. والبنت حبيبة امها وحبيبة ابوها، واول طلب الراجل هيطلبه من العريس احنا ما يهمناش الفلوس. احنا بنشتري راجل. الشبكه والمهر والمقدم والمؤخر على العريس طبعا. ده عايز شهاده وتكون مؤهل بقى قول له انا معيش مؤهل، انا كده كده طالع من الابتدائي وساقط يعني. وعايز شقه. ليه؟ طب عندك شقه؟ اقول له لا طبعا لسه مجهز نفسي، في حد عنده شقه الايام دي؟ عايز مهر. عايزين مهر. اقول له كام؟ يقول لي 20,000 جنيه. اقول له سيبه وامشي بصراحه. وعايز شبكه. الله اكبر يا ابني، يا ابني روح جهز يا ابني حاجتك وتعالى لي. وعايز لا هو في الطلبات مش بيتبطل اصلا يعني. وعايزين بقى عفش ومش عارف ايه وايه وايه وايه. انت رد فعلك ايه وسط الحاجات دي كلها؟ انت عمال تبيع وتشتري فينا كده ليه؟ شفت امك جايه اساسا عشان تبوظ الجوازه. انا عارف عايز تبوظ الجوازه. هات الجوازه بوظت. يلا ادي احنا بوظنا الجوازه. ارتحت يا انشراح.